سعدي بحبابي كل جاوني وسادوا قلبي الافراح. حبابي كيف بحال مرواني وسعد ملي كيلاه بلاصتها. تحيه الى كل الحاضرين وبالخصوص الى نوني النسوان مبارك مسعود. تحيه للمراه المغربيه. شوف انسانه كلهم همه والشام. حال المغربيه هذا يا سائل. انسانه مشموم جامع كل الالوان، وانسانه كالورد في المنظر هايل. ورده حمراء وفتحت وسط جنان، ورده بيضاء من بهاها تتمايل، ورده صفراء زينها يسلف الدان. هذا صح كلام مانيش جامل. شوف انسانه كلهم همه وشان. حال المغربيات هذا يا سائل. انسانه صيغه من الذهب حر ومرجان، وانسانه نور بالسماء نازل، انسانه قمر في الليل القدمان، وانسانه قنديل في الظلمه شاعل. شوف انسانه كلهم همه وشان. حال المغربيات هذا يا سائل. انسانه نجمات في كل ميدان. غافل الادب والفن كانوا له عنوان، والعفه والدين بهم تتفايل. شوف انسانه كلهم همه وشان. حال المكرمات هذا يا سائل. انسانه جمع القوه والحنان، وانسانه في الجيش تقدر تقاتل، انسانه لبوات وسط البرلمان، وانسانه من زمان في الصف تناضل، انسانه يستاهلوا في كل مكان. المدينه والريف بهم نحتفل، انسانه يستاهلوا في كل مكان. المدينه والريف بهم نحتفل. كرمهم ربي الرحيم الرحمن. صورة لهم في الكتاب المنزل، وعليهم وصلنا به العدنان. بالصلاة عليه نختم يا عاقل. شوف انسانة كلهم همه والشان. حال المغربيات هذا يا سائل. وإذا ترجع النساء المغربيات سواء الحاضرات ولا الغائبات، معكم مجموعة البرامج من الرجالات من شرق المغرب تحديد وجدة. لكم ألف تحية. والآن مع الرجالة وبقدر الصغيرة الأكاديمية تحكمين.
إدارة دار الضمانة من مدينة وزان على اللوحة التراثية التي قدمتها والتي أعادت إلى القلوب دفء الذاكرة وعمق الأصالة المغربية. والشكر موصول أيضا للفنان الشيخ إبراهيمي من وجدة الذي أمتعنا قبل لحظات بلوحة من فن الرقادة الأصيل. الآن أدعو زميلي عتيق بن شقر، الوجه الإعلامي والشخصية الإعلامية الغنية عن التعريف، لترافقنا اليوم في الاحتفاء بمسار سيدات مغربيات متألقات مجتهدات من هذا الوطن الغني. واجتمعت بذلك القناة الأولى الإذاعة الوطنية ودوزيام سابقا وشدا حاكم عباني جبار معنا غيشاد القهوة والمغرى احتفالية والإنسان مساء الخير. مساء الخير الجمهور الكريم ومرحبا بكم معنا إلى فقرات هذا الحفل الذي شكرا. وينطلق الحفل إذا سيد الغني على بركة الله. طبعا على بركة الله زميل الشيعة وعلى الكلمات تفضل. إن لحظات التكريم ليست مجرد وقوف عند محطة من محطات العطاء، بل هي فعل اعتراف وامتنان ورسالة وفاء لمن ساهموا أو ساهمنا اليوم كل من موقعين في بناء هذا الوطن وإغنائه. إن الاحتفاء بسيدات متعلقات من بلادي هو احتفاء بقصص نجاح وبمسارات ملهمة تعبر الحدود وتحاكي الأجيال المقبلة وتقول إن التميز ممكن وإن العطاء لا يضيع. نكرم اليوم نساء قدمنا الكثير، نساء حملن على عاتقهن هم الوطن ووضعن بصمتهن في ذاكرة هذا البلد. ونستهل هذه الليلة التكريمية الاستثنائية بكلمة السيد عبد العزيز ملوك المشرف على حفل ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي. مساء سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الأمين العام المحترم، السادة الوزراء، السيد رئيس المحكمة الدستورية المحترم، السيد نقيب هيئة المحامين المحترم، السيدة والسادة القضاة المحترمون، السيدات والسادة المهندسون المحترمون، السيد المفتش عام للمالية المحترم السيد مدير مسرح محمد الخامس المحترم، السيدات المكرمات المحترمات، حضرات السيدات والسادة، تحية خالصة لكم على تشريفكم لنا في أمسية نعتبرها دعاة الإجلال للمحتفى به ومبعث تباهي للأرض التي أنجبتكم ومصدر حفاوة للحضور الوافي الذي أثث فضاء هذا البساط المفعم بمشاعر المودة والوفاء لمن أعطوا لوطنهم الكثير وأجلوا له العطاء. حضرات السيدات والسادة، فرحتنا كبيرة أن اجتمعنا الليلة على تكريم نخبة من نساء